ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اعمل شنطه بالكروشيه احط فيها حاجتي، فيلا بينا نعمله مع بعض. اول حاجه جبت معايا خيط لونه رصاصي، مش فاكره نوعه ايه بس اعتقد ان هو صوف، وممكن تعملوها بالقطن عادي يعني مش شرط. وجبت معايا ابرة الكروشيه، بدأت بقى اعمل الشنطه على شكل بابلز او الفقاعات زي ما بتقولوا، وده لان الفقاعات بتدي شكل جميل قوي ومميز، وعشان ما عنديش واسطة فقررت اعملها بالورد، وبالفعل عملتهم وخيطتهم في الشنطه وبقيت بالشكل ده. وانا شفت الطريقه دي على النت فقررت اعمل زيها بالورد بدل السوسته، لان انا ما عنديش سوسته. واخيرا خلصت الشكل وكل حاجه، فاضل بس اخيط الاطراف وبكده اكون خلصت. وده الشكل النهائي، ايه رايكم؟ طبعا اقدر احط فيها الحاجات اللي انا عايزاها وبس كده. ولو عايزين تعرفوا الطريقه اكتبولي في الكومنتس، او ممكن انزلكم لينك فيديو كده انا اتعلمت منه ازاي اعمل الشكل ده. وعشان انا بحب التفاصيل قوي فقررت ان انا الون الورد الابيض بالبلاشر اللي عندي، سواء بقى احمر او بينك او اي لون، وبكده بقت احسن بكثير حرفيا. وبكده خلصت الفيديو، قولولي بقى رايكم في التعليقات، وبس كده اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.